الداخل يسأل عنها. أما مسألة ضابط أمن الدولة هذا شرف عظيم عندنا لما نبرز هذا الشخص السارق، ما نخف ما نخشه. وهذه أمن دولة إذا كان فيها من هذه النوعية لا راح نطهر من هم أشكاله وأمثاله وراح تعلم عنها. مو عيب هذه في جميع أجهزة المخابرات يحصل فيها. فأرجو يا أخي علي لا تضع حاجز بيني وبينك، أنت مثل ابني فعلا لكن لا أرشح. شكرا. شكرا مع الوزير. أعتقد الكلام واضح ما في مساس خالد، لم يتطرق إلى أي خطأ دونك. اسمح لي، ما خلاص انتهى، ما قال أي مساس يا خالد. تفضل علي، تفضل. حقيقة استريح دكتور، استريح لو سمحت، استريح. تفضل. شكرا. الأخ الرئيس، هذا الكلام دار. خليك كمل. لحظة يا حسين، لحظة يا حسين، لحظة أرجوك. هذا الكلام يا أخوان دار في 18/6/2008 أول ما تم انتخاب المجلس، وقمت وقلت أتمنى تكون المعلومات اللي عندي معلومات غير صحيحة، وما رد علي وزير الداخلية. ووجهت 3 أسئلة برلمانية وما رد علي، ووجه حسين قويعان والسعدون وما رد علي، وطلبت موعد من ذاك اليوم لليوم مو قادر أوصل لك وأقول لك هذه الأشياء غير صحيحة. أنا رجل أحترم السن واحترم كل إنسان أكبر مني بالسن، لكني في مهامي الوظيفية وواجباتي الدستورية ما راح أتراجع قيد أنملة عما ما أعتقد أن في مصلحة الكويت وأهل الكويت فيما يتعلق بالقضايا اللي ثارها السيد الوزير. أنا يا أخي الوزير إذا كنت أريد أقدم استجواب أعرف التوقيت والمكان والصيغة، ولكنني آثرت أن أستعلم منك عن حقيقة هذه المعلومات، وقد آلمني عدم ورود أي وضوح عليها وأي رد عليها ولو حتى بشكل ودي. هذا الأمر لا زال مطروح الآن، لا زال ديوان المحاسبة يطارد وراء وزارة الداخلية. آخر تقرير من ديوان المحاسبة يقول وزارة الداخلية يا أخوان، يقول لهم كلامكم يا أخوان يا وزارة الداخلية كلامكم غير صحيح، أنتم سويتوا إجراءات خاطئة متعددة. تفضل هذه اعرضها على الشاشة. يقول أنتم بشكل واضح وصريح لم تحصلوا على موافقة لجنة المناقصات المركزية، لم تحصلوا على موافقة ديوان المحاسبة، أنتم صرفتوا الفلوس بدون وجه حق بالرغم من التحفظات. تدرون ايش قالوا ديوان المحاسبة؟ عفوا وزارة الداخلية ايش قالوا حق ديوان المحاسبة؟ قالوا بسبب وفاة سمو الأمير الوالد رحمة الله عليه وبطل إجراءات إجازة يومين ما قدرنا نلحق عليكم ونرد عليكم. هذا كلام منطق، هذا كلام عقل، احنا نقبل بهذا الكلام. بالنسبة لي كلمة المعاملات اللي ورد السيد الوزير وقالها انه يعطل معاملاتي، انا ما ابي اي معاملة مخالفة للقانون، لغير القانون لغير الحق، ما ابي منك اي شيء ولا من الاخوة الوزراء. انا ابي حالي حال كل اهل الكويت، وانا اقول كلام واضح، لازم تقف الحكومة وكل وزرائها من كل الناس بمسافة واحدة. هذه دولة، هذه الكويت، نمنا بالشارع بدون الكويت ايام الغزو، نبي نحافظ على بلدنا. ما ابي شيء ولا ابي معاملات ولا اشياء اخرى، انا ابي فقط ان تكون الدولة مستقرة وقوية بحكومة قادرة وقوية بمجلس يساعدها على الحق. ما ابي اي شيء لا لنفسي ولا لاسرتي، وانا ما اشك في اي وزير، انا اعتقد ان احنا كلنا في مركب واحد، لكن ان انا اسال سؤال ما يرد علي، اطلب معلومات ودية ما يرد علي، انا ما اود ان اطيل النقاش، لكن انا بتعهد الان من الاخ وزير الداخلية ويكفيني هذا التعهد بانه يوفر لي المعلومات الكاملة، وانه يحيل القضية كلها الى الجهات الرسمية ويحاسب من تسبب بان تكون لوحة انتخابات ب15,000 دينار. 15,000 دينار فيكم واحد، كلكم هالانتخابات انتم ترشحون، فيكم واحد يدفع 15,000 دينار على لوحة؟ تقبلون على انفسكم من الجيب ما تصرفون، ولكن من مال العام يروح 15,000 دينار. لا، اذا اليوم راح 15,000 دينار وامس نصيح على 10 دنانير حق متقاعد يقولون فيه اسراف، فيه عجز اكتواري، لما نصيح على قضية صغيرة يقولون انتم مؤزمين، هذه رغباتكم الانتخابية. ابدا، خلونا نشتغل مع بعض. انا ماني جاي اضع العصا بالدولاب، انا قلبي منفتح مو محسوب على احد، ومع نجاح هذه الحكومة وغيرها من الحكومات، لكن وفق الشروط العامة، وفق الأنظمة العامة، واكبر مسؤول بالدستور وبموجب الحكومة او المجلس يتساءل ويتحاسب. هذا هو دستورنا وما راح نتراجع عنه بعد 48 سنة من العمل الدستوري.
نائب يسأل أسئلة برلمانية ما حد يرد عليه. تبون ما نوصل الحالة هذه من الغيظ؟ وزير يجي يقول لي تعال استجوبني، شنو تبي؟ تبيني احل المجلس؟ ما راح احله، ما راح اعطي حد هذه الفرصة. انا راح اسعى، لكن اذا كان الحل هو حل هذه المشاكل انا ارحب فيه لمصلحة الكويت. احنا نروح ويروحون هنا ورانا كلهم، لكن تبقى الكويت تبقى امينة بدال استشراء الفساد. 70% زادت مخالفات الفساد. ديوان المحاسبة يتهم الداخلية، الوزارة المعنية بحفظ الامن يتهمها بالفساد، ولا في رد ولا في تعاون. شنو المطلوب؟ مطلوب يسفهوننا. شكرا الاخ النائب الفاضل علي الدخباسي. الاخ معالي وزير الداخليه تفضل. أنا أشكر مرة أخرى الأخ العضو علي الدغباس على روحه الوطنية العالية، وهذا صحيح أنا كعسكري حركتني جيدا، فبالتالي أوعدك هذا توجهنا، وهذه المحور الأساسي اللي إن شاء الله ما يجي لك إلا طيبة الخاطر. شكرا. بس عشان ما يصير زجال، تفضل تفضل. أنا أيضا أشكر الأخ الوزير على هذا التعهد هذا، وأنا بانتظار أنه يقدم لي معلومات، وسأكون بإذن الله منبر للحق قائم عليه، ولن أتراجع عن استخدام أي صلاحيات إذا كان في خلل، ولكن لازم يكون واضح بأن هني مو جايين شهود زور، جايين نشتغل وما راح نصدق على أي عمل فيه خطأ. شكرا.